هي دي اجمل ريمونتادا عملها الظاهره رونالدو. في مونديال 2002 البرازيل كان قريب جدا من حسم اللقب، لكن الظاهره رونالدو كان بيعيش كابوس وكان يعتبر بعيد عن الحلم ده. اصابات كتيره جدا والركبه كانت اتحطمت وناس كانت شايفه ان خلاص الظاهره رونالدو انتهى. لكن قبل مباراة نص النهائي ضد تركيا رونالدو كان مصاب ومرهق جدا، والاعلام وقتها ما كانش بيتكلم عن حاجة غير ان رونالدو هيقدر يلعب ولا لا. لكن وقتها رونالدو نزل التدريب بقصة شعر غريبة جدا، حلق شعره كله ولكن ساب حتة صغيرة جدا من قدام. الصحافة العالمية نسيت الإصابة والكلام عن رونالدو كان كله عن قصة الشعر الجديدة، رغم ان هي كانت غريبة جدا، ولكن الأطفال بدأت تقلد القصة دي لكون بس ان رونالدو مشهور ومحبوب. ورونالدو وقتها كان أذكى من الكل، وهو طلع بنفسه بعد كده واعترف ان هو كان قاصد يعمل القصة الغريبة دي علشان الإعلام يبطل يتكلم عن الإصابة بتاعته وينشغل بحاجة تانية. والأجمل كمان ان رونالدو شارك في ماتش تركيا وسجل هدف الفوز في المباراة دي، وبعد كده لعب ألمانيا في النهائي وجاب كمان جونين وكسب مع البرازيل كأس العالم. والقصة اللي كانت محور الكون اتحولت لأعظم لقطة تاريخية في تاريخ كأس العالم للبرازيل. قول لي بقى كده في كومنت ايه اكتر حاجة فاكرها للظاهرة رونالدو. بس كده ودي